مرحبا معكم فاتنة. اليوم رح أعلمكم كيف تعملوا أطيب طريقة لكيكة اليقطين مع الكريم تشيز وجوز البيكان. الوصفة كتير طيبة وزاكية خصوصا للناس اللي بيحبوا هاي النكهات الشتوية. طبعا هلأ احنا موسم اليقطين بشهر 10، لازم تجربوا هاي الكيكة كتير زاكية. هلأ أول إشي رح نستخدم يقطينة نص حبة صغيرة، رح نشيل منها أول إشي البذر وندخلها على الفرن تقريبا نص ساعة كاملة. وبعدين رح نطلع بالمعلقة زي ما انتم شايفين اللب لليقطين. ديروا بالكم تمسكوها بايدكم لانها كتير ساخنه. بعد هيك رح نعمل منها بيوريه، بدنا كاسه كامله من البيوريه بنحطها على الخلاط وبنخلطها شوي عشان يطلع معنا البيوريه. لازم نحط معنا كاسه كامله عشان نستخدمها للوصفه. هلا بنجهز المواد السائله، رح نحط 3 حبات من البيض، نضيف عليها الفانيلا وكاسة من الزيت وكاسة من البيوريه اللي عملناها وبنخلطهم مع بعض بالخلاط بنحطها على جنب. هلا في وعاء تاني رح نضيف كاستين من الطحين، كاسة ونص من السكر، 3 معالق صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين صغار من القرفة. بعد هيك رح نخلط المواد الجافة مع بعض كتير منيح، وعشان تطلع معكم الكيكة أكتر هشاشة لازم تنخلوا الطحين والمقادير اللي عملناها. بعد هيك رح نضيف عليها المواد السائلة وبنخلطها بخلاط الكيك. أول إشي على درجة قليلة، بعدين رح نزيد الدرجات شوي شوي حتى تنخلط عنا المكونات مع بعض كتير منيح. بعد هيك رح نجيب صينية البايركس، رح نضيف عليها زبدة ونضيف الطحين، بنغلفها بالطحين، بعدين بندير الخليط وبندخلها على الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا نص ساعة كاملة. هلا رح نجهز الكريم تشيز قبل ما تطلع معنا الفرن. رح نستخدم عنا علبة فيلادلفيا بدرجة حرارة الغرفة مع إصبع زبدة بدرجة حرارة الغرفة، 3/4 كاسة من السكر المطحون الجاهز وفانيلا. نخلطهم مع بعض كتير منيح، وهيك عنا الكريم تشيز صارت جاهزة. طلعت عنا الكيكة، طبعا أنا هيك تأكدت إنها تماما مستوية معانا. بعد هيك بنعمل فيها فتحات بالسكين ورح نسقيها بالحليب المركز المحلى. طبعا رح نحط عليها علبة كاملة عشان تطلع عنا الكيكة كتير هشة ومسقاية كتير منيح، والطعم رح يطلع خرافي. بعد ما تبرد عنا شوي الكيك رح نضيف عليها الكريم تشيز وندهنها على الوجه تماما. وبعد ما ندهنها رح نضيف عليها جوز البيكان. طبعا جوز البيكان بيعطي نكهة كتير يعني فظيعة، لازم تجربوها معاها. طبعا جوز البيكان أنا حبيت أكسره زي بهذه الطريقة وأعطى منظر كتير حلو للكيكة. هيك كيكتنا صارت جاهزة، إن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوا تعملوا شير للفيديو ولايك لفاتنا's كيتشن، وتابعوا قناتي على اليوتيوب فاتنا's كيتشن نيو. طبعا الكيكة كتير طيبة مع القهوة أو الشاي. جربوا الكيكة وادعوا لي، الوصفة كتير طيبة وزاكية، وابعتوا لي تطبيقاتكم.